السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. اليوم ان شاء الله وبتلبية الطلب ديال العديد من الاخوات غادي نقدم لكم الدونات بطريقة سهلة، كيجيو هشاشين خفافين وساهلين في التحضير ديالهم والمذاق رائع. فبقاو معايا باش تشوفوا المقادير والطريقة ديال التحضير ديالهم. في المقادير غادي نحتاجو، انا عندي هنايا 600 غرام ديال الدقيق الابيض ديال الطحين الفورس، عندي ساشي ديال الخميره ديال الخبز، الخميره حبيبات من وزن 7 غرام، او معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز الخميره المعجونه، ساشي ديال الخميره ديال الحلوى من وزن 15 غرام، عندي الزبده اي نوع ديال الزبده. انا اليوم استعملت المارغرين، خديت منها 80 غرام، تقريبا واحد 2 معالق عامرين كبار ديال الزبده. غادي نحتاجو السكر، 4 المعالق كبار ديال السكر، بيضه بالدرجه ديال حراره المطبخ، بيضه تكون متوسطه في الحجم صافي. وغادي نحتاجو واحد المعلقه صغيره ديال الملحه والحليب الدافئ باش غادي نجمعو به العجين. ضروري ما تعجنوه بالحليب باش يجيوكم الدونات خفافين وهشاشين. من الاحسن عجنوهم بالحليب، ما تعجنوهمش بالماء. صافي هادو هما المقادير اللي كنحتاجو. غادي ندوز دابا باش نعجنهم معاكم. خديت هنايا القصريه ودرت فيها الدقيق. الا بغيتو تعجنوهم في القصريه عجنوهم، ما بغيتوش يمكن لكم ديروهم في العجانه. انا ديما فاش كنبغي نبسط عليكم الحاجه كنفضل انني نعجنها معكم في القصريه باش يكون واضحه معكم كلشي. صافي هنايا درت الدقيق كما قلت لكم تقريبا 600 غرام ديال الدقيق الابيض طحين الفورس، الساشي ديال الخميره ديال الخبز والساشي ديال الخميره ديال الحلوى. غادي ندير هذيك البيضه ضروري تكون بالدرجه ديال حراره المطبخ صافي. وغادي نزيد هذوك 4 المعالق كبار ديال السكر سنيده مع الخميره، وغادي ندير عليهم الملحه. حاولوا تباعدوها، ما ديروهاش مع الخميره باش دغيا الخميره تفاعل لينا. صافي هنايا درت شويه ديال الحليب الدافي فوق الخميره هي والسكر، وغادي نخليهم واحد شويه حتى يتفاعلوا، ومن بعد غادي نبدا نجمع العجينه. ضروري ما تخليو الخميره هي والسكر وداك شويه ديال الحليب الدافي كيتفاعلوا واحد شويه، ومن بعد صافي كنبداو نعجنوا عادي. كما قلت لكم البنات في المقادير ضروري ما تعجنوا بالحليب الدافئ، ما تعجنوهمش بالماء. ماشي مشكل، هما واخا غادي تعجنوهم بالماء غادي يجيو زوينين، ولكن بالحليب كتجي العجينه خفيفه وهشيشه من الداخل ومقطنه. صافي وما كنحتاجوش بزاف ديال الحليب، تقريبا واحد الكاس حتى الكاس ونص ديال الحليب الدافئ باش غادي نعجنوهم. صافي انا غادي ناخذ الوقت الكافي باش غادي كيف ما شفتوا كنزيد الحليب بشويه بشويه، وانا كنخلط في نفس الوقت. صافي من بعد ما جمعت العجينه كيف ما كتشوفوا معايا ضروري خاصها تكون مرخوفه كتلصق بحال هكذا باليدين. ما نعجنوش العجينه ونخليوها قاصحه، خاصها تكون مرخوفه. صافي دابا غادي نزيد هذاك الطرف ديال الزبده، 80 غرام ديال الزبده او تقريبا واحد 2 معالق كبار يكونوا عامرين بالزبده المارغرين، اي زبده عندكم في الدار. صافي غادي من الاحسن تكون بالدرجه ديال حراره المطبخ باش ما تعذبكمش ملي تكونوا كتدخلوها في العجينه. صافي غادي ناخذ الوقت باش غادي نبقى ندلك العجينه وندخل الزبده فيها مزيان. داكشي اللي قلت لكم الا بغيتوا ديروا العجانه ديروها من الاحسن. صافي هنايا دلكتها مزيان حتى تشربات مزيان هذيك الزبده. كيف ما كتشوفوا معايا كنأكد على العجينه ضروري ما تكون مرخوفه وكتلصق باليدين باش يجيوكم الدونات ناجحين. غادي نغطي العجين بالبلاستيك الغذائي وغادي نزيد عليه واحد المنديل من الفوق ونخليه على جنب كيخمر وكيرتاح تقريبا واحد الساعه ديال المكانه حتى يذوب الحجم ديال العجين، يذوب على 2 المرات. والمهم نخليوه كيرتاح مزيان، ومن بعد غادي ندوز باش غادي نشكل منه الدونات. صافي من بعد ما خمرات العجينه وضاعف الحجم ديالها خديتها دابا درتها فوق الطاوله ديال العمل، درت شويه ديال الدقيق وغادي نبدا نطلقها بالمدلك باش نشكل منها الدونات. خديت هنايا واحد 2 طاوات ديال الفران ودرت فيهم الورق ديال الزبده ورشيت فيهم غير شويه ديال الدقيق الفورس باش نبدا الحاجه اللي قطعتها نبقى نحطها في الطاوات، حيت من بعد خاصهم عاوتاني مازال يخمروا للمره الثانيه. صافي كيف ما كتشوفوا معايا كنحاولوا نبسطوا العجينه ولكن ما كنرققوهاش بزاف، كنخليوها شويه السمك ديالها يكون غليظ شويه. كيف ما كتشوفوا معايا راه كلشي غيكون موضح لكم في الفيديو.
كنرشها غير بشويه ديال الدقيق الفورس غير باش ما تلصقش ليا العجينه فوق السطح ديال العمل صافي. وكنبقى نطلقها بالمدلك كما قلت لكم، ما ترقوش العجينه بزاف، خاص شويه السمك ديالها يكون طالع باش يجيونا لي دونات منفوخين. صافي كيف ما كتشوفوا معايا دابا غادي نبدا ندوز باش نشكلها. كتحتاجوا الكاس ولا زلافه ولا اي قطعه عندكم. المهم انا خديت هذا اللي كنصايب به الحرشه، هو اللي غادي نقطع به الدونات. والتقبه الوسطانيه حتى هي المهم غلاقه ديال الزيت ولا ديال المناضه ولا اللي عندكم، ولا انا عندي هذا البوق اللي كنخرج به الكريم. المهم اي حاجه عندكم في الدار خدموا بها. صافي غادي ندير بحال هكذا، نقطع دوائر ومن بعد غادي ندير دوك الدوائر الصغيورين الوسط باش كيجيونا بحال الشكل ديال البينيه ولا الشفنج ولا الدونات كيف ما كتشوفوا معايا. المهم كلشي واضح عندكم في الفيديو، اي حاجه عندكم في الدار يمكن لكم تقطعوهم بها، المهم هو يكون الشكل ديالهم بحال هكذا. من بعد ما كتقطعوهم كتاخذوهم وكديروهم في الطاوات اللي وجدت من قبل، كتستفوهم بحال هكذاك فوق الورق ديال الزبده وكتخليوهم كترشوا غير بشويه ديال الطحين باش ما يتلصقوش لكم نهائيا في الورق ديال الزبده. كما قلت لكم ضروري السمك ديالهم يكون شويه عالي كيف ما وضحت لكم دابا في الفيديو. والعجينه اللي كنكونوا خدمنا بها المره الاولى كنعاودوا نجمعوها، كنخليوها ترتاح غير واحد 5 ديال الدقائق صافي، وكنعاودوا نبسطوها باش نخرجوا منها عاوتاني دونات وحده اخرين. المهم تقريبا هذيك 600 غرام ديال الدقيق اللي عطيتكم راه كتخرج واحد الكميه معقوله. بحال هكا الا كان عندكم شي حفله ديال عيد ميلاد ولا عيد ميلاد ديال وليداتكم ولا هذا، كتعطيكم كميه معقوله بحال هكا للاحتفال. صافي انا غادي نكمل الكميه الاخرى ديال العجين، نبقى نبسطو نقطع وندير في الطاوات. صافي البنات من بعد ما كنسالي هاد المرحله هذه ديال التشكيل ديالو، صافي من بعد ما ساليت العجينه كلها وقطعتها ودرتهم في الطاوات بحال هكذا. ضروري ما تخليوهم يخمروا للمرحله الثانيه، ما كياخذوش الوقت بزاف، تقريبا غير واحد ربع ساعه صافي. غير كيرتفعوا لينا شويه في الحجم وكيرتاحوا صافي. وغادي ندوز باش نقليهم، كنغطيوهم كنخليوهم كيرتاحوا واحد شي شويه على ما نكونوا جمعنا سطح العمل. وكنوجدوا واحد كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما خمروا شي شويه كيبانوا لكم ضعفوا في الحجم واحد شويه صافي. وغادي ندوز دابا باش نقليهم. صافي هنايا خديت المقله درت فيها الزيت، ضروري ما كنديروا شويه الزيت يكون بزايد باش كيجيونا غارقين فيه الدونات صافي. وكنبقى ندير هذوك القطع ديال الدونات في الزيت، وكنبقى ناخذ المعلقه وكنرش عليهم الزيت اللي سخون من المقله باش كيتنفخوا دغيا دغيا. كيف ما كتشوفوا معايا راني موضحه لكم كلشي في الفيديو، درت لكم كلشي بالخطوات وبالمراحل باش ينجحوا معكم ان شاء الله من اول تجربه غادي ديروهم ان شاء الله في الدار. صافي غير كيتحمروا شويه من التحت وكنقلبوهم. بالنسبه للعافيه البنات ضروري ما تكون في الاول كتخليوها مجهده حتى كيسخن الزيت، ومن بعد كتنقصوا البوطه كتخليوها على المهل باش كيتحمروا لكم من برا وفي نفس الوقت كيطيبوا من الداخل وما كيبقاوش معجنين. صافي وكناخذ واحد الطبسيل وكنديروا فيه الورق ديال النشاف ولا الورق ديال المطبخ باش كيتشرب لينا داك الفائض ديال الزيت. صافي انا غنكمل على هاد الطريقه هذه، غادي نبقى نقليهم ونديرهم في الطبسيل ونخليهم حتى يبردوا، وغادي ندوز باش نزينهم معاكم. بالنسبه للتزيين على حسب داكشي اللي موجود عندكم في الدار، اللي عندكم في الدار زوقوهم بها. انا غادي نشكلهم داكشي اللي قلت لكم راه كيجيو زوينين بحال هكا الحفلات ديال اعياد الميلاد، كيجيو زوينين في الشكل ديالهم. المهم انا غنحتاج شويه ديال اللوز ايفيلي، شويه ديال البندق اللي مهرمش ولا اللوز مهرمش ولا الكاوكاو كما قلت لكم اللي عندكم في الدار، شويه ديال الفيرميسيل ديال الشوكولاته الملونه، الشوكولاته البيضاء، الشوكولاته الاسود اللي عندكم في الدار زينوه بهم. غنحتاج شويه د لا كونفيتور. المهم انا خديت هنايا الشوكولاته الاسود وذوبته في حمام مريم، وحتى هو غادي نزين به شي وحدين. هادوك القطع الاولين دهنتهم غير بشويه ديال لا كونفيتور من الوجه ديالهم، الكونفيتور ديال المشماش ولا ديال الخوخ دهنتهم غير شويه من الوجه ديالهم باش يلصق لي عليهم اللوز. صافي شي وحدين درت فيهم بحال هكا اللوز مهرمش، والاخرين درت فيهم شويه ديال اللوز ايفيلي، وكاينين اللي درت فيهم السكر هذاك اللي خاص بالتزيين ديال الكيك ولا ديال المافين. والقطع الاخرين اللي غيبقاو ليا غادي نديرهم في الشوكولاط بحال هكا الاسود اللي ذوبته في حمام مريم. صافي وغادي نزينهم حتى هما من بعد بهاد النجيمات ولا بالقليبات ديال السكر.
بالنسبه لهاد القريعات هادو اللي فيهم هاد القليبات ديال السكر، صراحه كينفعوا زوينين بحال هكا تزينوا بهم لي مافين ولا الكب كيك. كنت شاركتهم معكم من قبل، كنت خديتهم من ليدل تقريبا بشي اورو فاصله 29 لهاد القريعات هادو. كنخليهم غير بحال هكذا المافين ولا الدونات. صافي من بعد ما شكلت جميع القطع اللي وجدت هكذا كيجي الشكل ديالهم، كيجيو كيشهيو. غادي نقطع لكم واحد الوحيده باش تشوفوهم كيفاش كيجيو حتى من الداخل ديالهم. كيجيو رطبين وهشاشين ومقطنين من الداخل كيف ما كتشوفوا معايا. ومني كتشكلوهم بحال هكذا كل مثلا 4 القطع كديروا ليهم شكل ديال الزينه، كيجيو زوينين في المنظر ديالهم بحال هكذا الحفلات ديال اعياد الميلاد ولا الحفلات المدرسيه ولا غير هكا لوليداتكم في الدار، كيجيو زوينين. كنتمنى البنات الفيديو ديال هذا النهار يكون نال الاعجاب ديالكم. كيف ما شفتوا شاركت معكم الطريقه ديال التحضير ديالهم بالخطوات وبالتفاصيل، باش اللي ما عمرها ما جرباتهم ولا اللي ما كينجحوش لها في الدار تبعوا غير الخطوات راه ينجحوا معكم ان شاء الله من اول تجربه. الى عجبكم الفيديو ديال هذا النهار ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم، بتعليقاتكم اللي كتخليو ليا دائما، وخليو ليا حتى اقتراحاتكم شنو هما الحويجات اللي تبغيوني نوجدهم معكم في الفيديوهات الجايين. ما تنسوش تشتركوا في القناه، قناه عالم نزهه زهاورد، وتفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالي. شكرا لكم وبسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.